جانب اخر في حراسه المرمى حسين منيم، من امامه محمد سامي وصلاح لالا، احمد سالم صافي وزيكا شحات، شوقي فتحي، وليد وكونا، ومحمود معاذ في نص الملعب، شيتوس على اليمين وفارس نيمار على الشمال، وفي الهجوم ابراهيم السمولي. قياده فنيه للكابتن عبد اللطيف الدوماني، عونه ويسانده كل من الكابتن محمد حسن والكابتن محمود بزيد والكابتن سيد عبد العال. على بركه الله صفرة البدايه في الكره الاولى مصلحه دمنهور، الضغط العالي من المجدي خلصوها اماميه لكن مش معديه، دربكه ولخبطه، لكن واحده والثانيه وفي الاخير بيدي الادفانتج لحكم المباراه. توصل عند الشيتوس اماميه طوليه عند السموني لكن اقرب لها كده على طول حارس المرمى عاصم سامي اللي يمسك كورته من مره واحده. عاصم تحضير بقى وبناء الهجمه ومرحله جس النبض كده، المراحل الاولى من اللقاء على ارض سامي لكن مقطوعه طوليه اماميه لكن على طول كمال يوسف صاحب القميص رقم 7. مباراة في غاية الأهمية من قبل الجماهير البحراوية واللي كان تعادل كده في آخر المواجهات أمام دلفي في استاد جامعة الإسكندرية بدون أهداف. قدموا أداء ولا أروع ولا أجمل، لكن بسوء الحظ كده وعدم التوفيق ما قدرناش نترجم أهداف ونستغل الفرص. إيفونا اللي بدأ أساسي النهارده، تشكيل كده او تغيير في تشكيل الكابتن عبد اللطيف الدوماني، بدأ النهارده بإيفونا وفارس نيمار كأساسيين. مرة تانية سيكا لمحمد سامي يغير اتجاه اللعب مكان الفاضي على طول عند صلاح لالا، لالا بيتحرك له سالم صافي، لالا بيلعب الكورية عند سالم لكن ابعد من اللازم على طول تتحول وتبقى ضربة مرمى مصلحة فريق المجد. هي المجد اللي لعب كده 6 مباريات حقق انتصار في مباراتين بينما تعادل في 2 وخسر 2. الطولية الأمامية في نص الملعب، وليد إيفونا الجامب العالي لكن ما تظبطش كده، دربكة ولخبطة. إيفونا بيحاول، شوقي فتحي يخلصها على طول، لالا بلمسة شيتوس لكن أقرب لها على طول أحمد عوض وفي الأخير تتحول وتبقى رمي تماس لمصلحة دمنهور. تماس لدمنهور اتلعب التماس نيمار واللمسه عند السمول ابراهيم يحط جسمه يا سلام يا ولد بشكل قوي يخلي الاستحواذ كده لمصلحه فريقنا. ايفونا وليد طوليه اماميه لكن على طول راسيه وابعاد لكن الضغط عالي توصل لابراهيم يريح على طول لنيمار واحده والثانيه فارس يا سلام يا ولد عند شيتوس العرضيه لكن مش معديه تتحول على طول وتبقى ضربه ركنيه لمصلحه دمنهور. الركنيه الاولى في اللقاء لمصلحه دمنهور رايح لها كده احمد سالم صافي متخصص الضربات الثابته. احمد سالم سالم صافي والضربه الركنيه سالم على طول العرضيه في المنطقه الارتقاء العالي والكره لمسه يد ركله جزاء لدمنهور. الله 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 ركله جزاء لدمنهور منذ البدايه ومنذ اول حكايه واول ركنيه في اللقاء تبقى على كل لمسه يد على مدافع فريق المجد دانيال كيم وتبقى ركله جزاء لمصلحه دمنهور. ركله جزاء لدمنهور لسه في الدقايق الاولى من احداث المباراه. في الدقيقه الخامسه وركله جزاء ان شاء الله تكون نقطه تحول كبيره جدا جدا في المباراه وتسهل علينا الدنيا. وضربات الجزاء محمود معاذ كابتن وقائد الفريق، محمود معاذ وركله الجزاء لدمنهور بياخد وقته بالكامل كده. محمود معاذ في انتظار صفيره الحكم احمد حامد. محمود معاذ
لطيفه وسهله جدا جدا على حارس مرمى فريق المجد. فارس لمحمود وعايز يلم جنبه محمود، اللمسه عند فارس تخبط على طول وتتحول وتبقى رمي تماس. طبعا فرحه غير عاديه الجهاز الفني لفريق المجد ودكه الجولان بعد اهدار محمود معاذ لركله الجزاء وتصدي ولا اروع من حارس المرمى عاصم سامي. سالم صافي والتماس على طول عند فونا صاحب التسديده القويه يلم فونا والتسديده لكن على طول مر الجرام ولا اروع ولا اجمل في الدقايق الاولى. كده عاصم سامي نص الملعب ابراهيم السبولي والاستلام ريما على ارض على طول سالم صافي عند واحده عند محمود معاذ. فارس تمر الارتقاء يا سلام يا ولد وايه انت لو تفضل حاجه من وراه صلاح طالع حط الكوره على الارض يا ولد العين عند فونا نرجع مره ثانيه لمحمد سامي طوليه اماميه على طول عند زيكا واحد على واحد عايز يعدي ويمر لكن يخبطها كده ويتقدم عاصم صامي يلحق كنت قبل ما تخرج ضربه ركنيه. بدأنا كده نسمع اصوات الجمهور الموجود في ارض الملعب. يفونا على طول الشيتوس يا سلام يا ولد لمسه واللعب عند نيمار اللي بدأ الراجل الاساسي النهارده. نيمار لشيتوس حلو الاستلام يزق الشوقي فتحي توصل عند فونا يا بارك اتجاه اللعب كده على طول عند سالم صافي استلام بباص لكن اوصل من لازم على محمود معاذ على طول يخلصوها توصل لسالم صافي مره ثانيه يا سلام يا ولد يزق لابراهيم السموني ابراهيم والعرضيه لكن على طول دانيال كيم يتدخل وتتحول وتبقى ضربه ركنيه لمصلحه دمنهور. محمود معاذ صاحب القدم اليسرى محمود والضربه الركنيه الثانيه لمصلحه دمنهور. محمود معاذ على طول محمود والعرضيه الراسيه خطيره ولسه سالم صافي لكن الدفاع يشيل ويطلع والله الضغط عالي والاداء عالي بادئين بقوه لاعبي فريق دمنهور. مره ثانيه شيتوس لمسه في المنطقه لكن مش لحد خالص تشتيت من الدفاع لكن اي حاجه توصل مره ثانيه لمصلحه محمد سامي يا سلام يا ولد عند شوقي فتحي ولا ده فارس نيمار فارس لكن خطأ كده وفاول ضربه حره على طول على فارس نيمار لمصلحه فريق المجد. مصلحه فريق المجد جمال محمد على التنفيذ. جمال والضربه الحره بيشتكي كده من الكوره جمال لكن حكم المباراه بيقول له انا متمم على كل الكور اللي موجوده في ارض الملعب. جمال محمد لسه ما لعبش الكوره جمال ياخد وقت كده يلعب الطوليه الاماميه جمال لكن على طول الدفاع يوصل لشوقي فتحي اللمسه واللعب محمود معاذ لكن مسعد بيودي جسمه بشكل قوي خلاصه كده شوقي لكن بخطأ وفاول ضربه حره. في كوره في ارض الملعب مسعد نادر صاحب القميص رقم 12 ابن من ابناء دمنهور قريه الوكيل اللي موجود كده في دمنهور لكن النهارده بيلعب ضد دمنهور مع فريق المجد. جمال محمد مره ثانيه ضربه حره على طول منطقه العمليات الراسيه مره ثانيه لكن التسلل على طول رايح ضربه حره
نادر توصل لعاصم سامي. عاصم على الارض على طول، الاماميه ارضيه، الضغط عالي على طول، تتحول وتبقى رامي انت بس. ضغط عالي واضح كده ثانيه الكوره اللي فاتت، انا بيتعسل لها بسرعه على طول عند شيتوس، يلم كورته شيتوس، مختصر التحركات واحد على واحد. شيتوس ودانيال، دانيال وشيتوس، شيتوس والعرضيه لكن ترجع له مره ثانيه. لسه شيتوس بيفكر بيدور، يلا كده شوقي فتحي يلعب الكوريه على طول محمود معاذ، لكن تخبط تتحول وتبقى ضربه مرمى. ضربه مرمى للفريق المحراوي، الفريق ده مرمى بعد نرجع اللقاء مره ثانيه وضربه المرمى عند عاصم سامي حارس مرمى فريق المجد. عاصم سامي على طول الكوريه العاليه ما تعديش كده نص الملعب، الجونه مصريه ريدي السمولي، لكن تعمل بند وتعادل. تنزل المره الثانيه الضغط عليه خلصوها بشكل كويس على طول. اثنين افارقه كده موجودين في ارض الملعب. دانيال كيم صاحب القميص رقم 20، بينما ويليامز صاحب القميص رقم 26 فريق المجد باثنين افارقه. بينما الدكتور هذا الان خارج من الافارقه تماما حتى كنا لا نشوف كونا لعيب مصري اسمه وليد راسمه محمود معاذ عند السمولي، ضغط العال لكن على طول يخلصوها من قدامه. مسعد على الارض شوقي فتحي، محمود معاذ اللمسه ابراهيم، لكن يدفع مره ثانيه يخلصوها بشكل كويس. وكمان يا ولد ده لو اللعبه، لكن فونا كده يا اخوان فونا يخطف الكوره ويحولها رمي انت بس. ماشي فريق المجد مسعد نادر، لكن سالم صافي بفونا وعلى طول ضربه حره. لعبه كده خطر دينجرس بلاي، صفر على طول حكم المباراه يحتسب ضربه حره لمصلحه فريده منور. نالا على الارض محمود معاذ، معاذ في نص الملعب. يا سلام يا ولد، رؤيه حلوه على طول لوليد وفونا اللي بيلعب لفارس نيمار، استلام بدوران نيمار، يرجع مره ثانيه عند شوقي فتحي. شوقي يغير اتجاه اللعب محمد سامي، عايزين كده يخلقوا مساحات لعيب فريق دمنهور. الكوريه الاماميه المره دي كويسه عند سيكا، لكن اطول من اللازم، اطول من اللازم على سيكا، تتحول وتبقى ضربه مرمى. 20 دقيقه بالتمام والكمال عدوا كده في الشوط الاول. كل الناس اللي لسه متابعانا في البث، كان في ضربه جزاء لدمنهور في اول 5 دقائق، لكن تصدى لها ببراعه حارس المرمى عاصم سامي بعد تنفيذ محمود معاذ. ضربه المرمى عاصم، الكره العاليه لكن تخبط في معاذ وتبقى رامي التماس لمصلحه المجد. مسعد التماس، مسعد طوليه على طول راسيه، لكن ياخد وتبقى تماس لمصلحه المنور. لسان على الارض على طول عند بولين، بيعدي واحده لفونا والراسيه الخلفيه توصل لشيتوس. شيتوس السلام بدوران بيدور لسه، شيتوس يفكر في الاماميه، لكن مسعد نادر يا ولد اللعيب يغطي بشكل كويس. لفونا حته كده الكوره توصل لفونا، بيحط الكوره على الارض، بيتعامل بالعقل. محمود معاذ شوقي فتحي الاماميه مش معديه، توصل مره ثانيه عند مسعد بلمسه، لكن على طول تدخل وضربه حره مباشره لمصلحه بلال شعبان كابتن قائد فريق المجد السكندري. ضربه حره وياخد وقت طويل جدا جدا لعيبه سريعه. مجدي جمال محمد
ياخد وقته بالكامل، لكن لسه بدري وقلنا لسه بدري جدا جدا على الكلام دوت. عاصم طويله وعاليه انما كده كلها راسيه مره ثانيه الاتجاه الثانيه، لكن مع سالم صافي جاله محمود معاذ لسه ثانيه اللي حاول على لكن شغله كده لسه بيدور بيفكر لمحمود معاذ كده في نص الملعب. يرجع مره ثانيه شوقي فتحي. شوقي التويله العاليه الاماميه لكن على طول راسين الدفاع ما تعديش ما تمرش. مره ثانيه افونا لمحمود معاذ. معاذ لشوقي لنيمار. نيمار لسالم صافي. سالم صافي يزق لنفسه يعدي سالم والعرضيه حلوه. مين يقابل بقى؟ مين يقابل عرضيات سالم صافي؟ محدش قابل. مره ثانيه السمولي بلمسه يا ولد افونا. يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، لعيب رايق كده افونا لزيكا يعدي يمر ويسدد لكن تخبط في الدفاع. يلم كورته مره ثانيه بيرجع عند محمد سامي. سامي محمد بيفكر في الطوليه على طول عند سالم صافي لكن توصل لمحمود معاذ. معاذ يلم كورته غير اتجاه اللعب. شوقي فتحي على الارض لنيمار لمعاذ اعلانات بشكل كويس لفريق دمنهور. ترجع في الاخير عند صلاح لالا. صلاح على طول لمحمد سامي. سامي محمد على الارض على طول للالا. ترجع مره ثانيه عند محمد سامي. الطوليه الاماميه عند زيكا. استلام يا ولد يا لعيب خطير. هي مش ممكن اللي فات، مش ممكن اللي فات لكن حلوه والله من الشحات زيكا. والنقله واللعبه بشكل ولا اروع ولا اجمل. على طول استلام من زيكا داخل منطقه الجزاء لكن دفاع بقوه يشيل ويطلع ضربه ركنيه. الركنيه كانت لمصلحه دمنهور في الشوط الاول. سالم صافي بالتخصص. سالم صافي وضربه ركنيه. سالم كل الناس بتقول يا رب. سالم على طول عرضيه ابراهيم السمولي والراسيه حلوه اللي فاتت من ابراهيم لكن والله عاصم سامي مالي مكانه كده ومالي مركزه. عاصم سامي في الكوره اللي فاتت يمسك كورته بشكل كويس من مره واحده. عاصم الايد والرجل العاليه لكن شوقي فتحي يلم كورته ويعدي وياخد ضربه حره مباشره. شوقي لصلاح لالا. لسه بيفكر بيدور يلعب على طول عند محمد سامي. يرجع مره ثانيه عند صلاح. لالا الطوليه الاماميه عند سالم صافي. تخبط كده سالم وتتحول وتبقى زياده. بس وجهه نظري لو دمنهور تلعب كوره على الارض احنا افضل واحنا احسن. لو لعبنا كوره على الارض احسن من الكرات العاليه. شيتوس يعلي واحده ابراهيم استلام بشكل قوي بشكل كويس. يرجع عند افونا يعدي يمر افونا والعرضيه على طول على البعيده. شيتوس والراسيه لكن يا ولد يا عاصم يا سلام يا عاصم. حلو التحرك بشيتوس وحلو تغيير الملعب من افونا لكن عاصم سامي من وجهه نظري افضل لاعب في الشوط الاول كده. حارس مرمى فريق المجد السكندري اللي تصدر ركله الجزاء محمود معاذ. تصدر اكتر من فرصه محققه لنادي دمنهور. راسيه مره ثانيه شيتوس لكن ماشي ويطلع يوصل عند لالا. صلاح لزيكا لكن على طول دانيال يلم كورته بشكل كويس لكن يا ولد اللعيب يخلص كورته. شيتوس سامي لفونا يا ولد اللعيب يعدي يمر. لفونا لسه ماشي لكن على
لكن على طول براسيه خلفيه يرجع الكوره كده جمال محمد. يلا عشان الكوره لحارس مرمى عاصم سامي. عاصم سامي طويله عاليه ايفونا براسيه يرد عليه كده لاعب المجد. توصل عند ابراهيم السامولي يلم كورته ابراهيم على طول اللمسه سالم صوت سالم والانطلاقه لكن ياخد دفعه واضحه كده دفعه واضحه لكن ضد الاضواء مش تحكم المباراه بيقول لك ما فيهاش اي حاجه. مسعد متماس على طول لبلال شعبان لمسعد مره ثانيه 30 دقيقه عدوا مره من بدايه الشوط الاول. جمال على الارض اللمسه واللعبه محمد فوزي لكن يفونا الاماميه مش معديه ترجع مره ثانيه لويليامز مسعد اللي بدا يتحرك كده مسعد ويلعب في المساحات الطويله العاليه الاماميه استلام لكن محمد سامي معاه الكورته عند الشيتوس اللمسه ليفونا لا لو لعبه شوقي فتحي لسه شوقي سالم محمود معاذ ارضيه على طول لفارس نيمار بيفكر بيدور على طول شوقي فتحي في نص الملعب شوقي المتقدم كده من خلف الامام لولا العرضيه عند ابراهيم يريح واحده ابراهيم لكن محمود معاذ والكوره خطا وفاول وضربه حره لمصلحه مدافع فريق المجد على ابراهيم السامولي. الكوره اللي فاتت ضربه حره لمصلحه جمال محمد. جمال طويله وعاليه اماميه لكن راسيه على طول ترجع مره ثانيه محمد فوزي لمسه عند مسعد الاستلام على طول فوزي لكن زق واحده قرب لها كده على طول هيبدا كده يلتحم بقوه مع الافريقي جونيور صاحب القميص رقم 26 يتميز والله هنا قوي كده يشبه الصفقه الاماميه مش لحد خالص صلاح لالا اللي فاتت شوقي فتحي بنفسه محمد سامي يريح عند لالا اللي يرجع كده على طول حسين جنين حسين الاماميه اتجاه فارس نيمار والضغط العالي فارس دفع والخطا والدفع بتبقى ضربه حره مصلحه المجد على فارس نيمار اللي فاتت. صعب الضربه الحره انها لو اللعبه مره ثانيه لعالم والعيله يلعب عند مسعد يلعب برضه مسعد يرجع كده عند جمال محمد. جمال والانطلاقه جمال لسه ماشي لكن الضغط عالي خلصوه نيمار والانطلاقه نيمار والسرعات دفع واضح لكن احمد حامد يقول لك كده عم فاشل دي حاجه مره ثانيه توصل نص الملعب مصلحه محمد فوزي رقم 10 مباشره مقدم حسين جولين هو عميد حسين لكن بخطأ وفاول وضربة حرة. سلامات جدا سلامات للاعبين الواعيين خطين الملعب بينادي كده بسرعة كابتن أحمد حامد صبري الفني بيتكلم مع لاعبي فريق المجد السكندري هيستهدف اللقاء والضربة الحرة مصلحة حسين جولين. حسين على الأرض على طول لصلاح
ايفونا. طوليه الاماميه عند السامول استلام بشكل كويس، لكن ضغط عالي في الدفاعات يخلصها مسعد. يا ولد يا لعيب مسعد بنفسه، يا سلام يا ولد في نص الملعب، لكن ما قدرش يجيبها كده. بلاد شعبان الكره اللي فاتت ايفونا يتطبق من قدامه، محمد ناجي يخطف يزق واحده من فوق كده، مره ثانيه صوت عايز يشاور على كل شيء. محمود معاذ مرة تانية، محمود يلم كورته، محمود معاذ منتصر التحركات، حركية يا ولد اللعيب بشكل كويس عند سيكا، لكن الدفاع مغطي بشكل ولا اروع، شكل ولا اجمل. جمال محمد، احمد عوض ترجع له مرة تانية يشيل ويعلي، لكن سيكا بيطلعها كده خارج الملعب، لكن التماس ومصلحة لسه الهجوم هيكسب ست. علي ابو العيله، محمد فوزي، ايفونا يلم كورته ايفونا، يرجع عند محمد سامي مره ثانيه، سامي صلاح الله، صلاح على طول لسالم صافي. يا ولد يا لعيب سالم والاستلام، لكن كده ضاغطين عليه بشكل ولا اروع. لعيب فريق المجد ثلاثه كده كانوا مع سالم في الكره اللي فاتت. التماس سالم صافي، التماس لمصلحه دمنهور. سالم منطقه الجزاء تعمل بامب، ترجع مره ثانيه عند مسعد يلم كورته يعدي نور. يا ولد اللعيب لسه ماشي مسعد بشكل كويس، مسعد محمد ناجي على التنفيذ، راس حرباني صاحب القميص على تنفيذ الضربه الحره. محمد ناجي داخل يلف واحده، لكن فعلا على طول بتحول ضربه مرمى. ياخد القرار كده وهو محمد حامد بشكل غريب عجيب. محمود معاذ ضربة المرمى على طول تتلعب على ابو العيلة، يلعب على طول عند جمال محمد اللي يعلي واحدة امامية، لكن زيكا على طول لنيمار والبيس باص يخلصها ويليامز، لكن مرة تانية زيكا بتكنيك يشيل ويطلع رمي تماس. 42 دقيقة عدوا مروا من أحداث الشوط الأول، وما زال التعادل السلبي بدون أهداف قائم حتى الآن. انما فريد دمنهور بقى اللي هيستهدف كده هيلعب شوط كامل متكامل ب10 لاعبين. أرضية لكن مش معدية، ترجع مرة تانية لبلاد شعبان اللي بيلعب في كل حتة في أرض الملعب. مسعد نادر لبلال، كورته مرة تانية بلال يلعب على كل جمال محمد، جمال لبلال مرة تانية نفسه اللعبة جونيور ولا ده ويليامز، ترجع له مرة تانية ويليامز، أرضية أمامية لكن مش معدية، سيكا قافل بيجيبها بشكل كويس. نيمار لمسة لإبراهيم، ترجع مرة تانية أمامية في اتجاه نيمار، الدربكة واللخبطة على طول ضربة المزدوجة خلصوها. لاعبي فريق المجد محمود معاذ بيحاول على الكورة لكن خلصوها. هيبدأوا يمسكوا الكورة طبعا لاعبي فريق المجد بعد النقص العددي كده اللي حصل بعد طرد ايفونا فريق دمنهور. دفاع يشيل ويطلع مرة تانية، محمد سامي يجيب كورته بشكل كويس. الطرد مش أي حد، المشكلة إن الطرد مش
اي حد ومش اي لعيب، ده الشعلة. الشعلة وليد أفونة كده ابيز لاعبي دمنهور هو اللي اتطرد. مرة تانية زيكا شوقي فتحي لحسين زيكا برضه محمد سامي لسه ماسكين كورة برضه دمنهور على طول لالا بينادي عليه صلاح لكن بيسلم عليه صافي لكن بتطول تتحول تبقى رمي بس 4 دقايق 4 دقايق وقت محتسب بدل ضيع محمود معاذ اللي بكم ترجع مرة ثانية عند لالا على الارض لمحمد سامي ارضية عند زيكا لفارس لزيكا مرة ثانية ترجع عند محمد سامي الامامية لابراهيم استلام لكن يخلصها بشكل قوة بلال شعبان لعيب مميز جدا كابتن وقائد فريق المجد بلال شعبان هو ومسعد نادر وحارس مرماهم عاصم سامي أبيز كده 3 لعيبه فريق المجد حتى الان. اللعبه والانطلاق على طول من جمال محمد اللي بيلعب كره ارضيه اللمسه على طول توصل عند مسعد خلي بالك من مسعد خلي بالك من صاحب القدم اليسرى لكن تضغط على صوت اتجاه لسه في منطقه الجزاء محمود معاذ اقرب يلم كورته سالم صافي لسه في الملعب محمود معاذ يا ولد على الاستلام محمود لسالم صافي اماميه عند السمولي يا ولد لعيب على اللمسه خلصت على طول عند نيمار 1 على 1 استنى شوقي فتحي 1 على 1 نيمار مره ثانيه نيمار يلم كورته عايز يعدي لكن ما يعديش ما يمرش يخلصوها بشكل كويس لعيب فريق المجد بكل روح رياضيه كده على طول يخرج كورته احمد عوض لاعب فريق المجد علشان يطمئنوا على فارس نيمار اللي واقع كده في ارض الملعب. سلامات لفارس فارس مره ثانيه تحس كده ان الكوره مع عند دمنهور مش راضيه تمشي. الماتش اللي فات ماتش ديلفي دمنهور لعبوا شوط كامل متكامل ضيعوا اكتر من هدف اكتر من فرصه الكوره ما كانتش عايزه تدخل الجول. كان بيتابع بس الاسبوع الماضي الكوره ما كانتش عايزه تسكن الشباك. النهارده ادي حال دمنهور ركله جزاء في اول 5 دقايق ضيعها محمود معاذ وطرد قبل نهايه الشوط الاول لوليد أفونة علشان تتصعب المهمه وكملوا باقي الماتش 10 لاعبين فقط التمسنا مصلحه دمنهور. متوقع اقل من دقيقتين على نهايه الشوط الاول. شوف بقى فكر الكابتن عبد الله الدوماني في الشوط الثاني ازاي هينزل تغييرات ويقدر ان هو يعدل ملعبه مره ثانيه. الاماميه من نيمار مش معديه تحول رميه جانبيه رميه تماس لمصلحه دمنهور. شحات زيكا على تنفيذ الشحات زيكا منتظر حد يقرب له يلعب كده لابراهيم بلمسه لكن الدفاع يشيل ويطلع واحده والثانيه رمي التماس مره ثانيه من نفس المكان. زيكا والتماس الشحات يعلي واحده شيتوس براسيه نيمار شيتوس مره ثانيه لكن الدفاع اقرب يخلصوها لاعبي فريق المجد. محمد سامي براسيه ولا ده لعيب لزيكا يرجعوا مره ثانيه محمد سامي على الارض لنيمار لكن يخلصوها بشكل كويس لاعبي فريق المجد وياخد على طول نيمار رمي تماس بتلعب بسرعه. زيكا لشوقي فتحي شوقي على طول عند زيكا الدنيا زحمه كده في الجبهه اللي فيها زيكا لكن جنب سالم صافي تحس ان هي فاضيه. ادي زيكا يحاول على كورته بيقع كده بدون اخطاء بيخلصها كده. المتحرك دائما بلال شعبان ما تقدرش تحدد كده بيلعب في انهي مركز بيلعب كده طاير وعلى طول صفحه